هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن احسن 10 برفانات انا جربتهم من ماي واي. اغلب الحاجات اللي انا جبتهم من عبير. هسيب لكم لينك الجروب بتاعها في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف لو حابين تجيبوا منها حاجه. وهي كمان ممكن توصل لكم اي حاجه من ماي واي لاي مكان في مصر. قبل ما نبدا الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه لو ما كنتوش لسه اشتركتوا. ويلا بينا نبدا الفيديو. اكتر حاجه بتميز برفانات ماي واي ان هي سعرها قليل، وبتتراوح في الرينج من 20 او 25 لحد 100 او 100 وحاجه جنيه. وروايحهم جميله جدا ومختلفه قوي ومتنوعه، وفي منهم الثابت قوي. البرفانات اللي انا هتكلم عنها النهارده انا مصنفاها حسب ذوقي الشخصي. انا بميل للحاجات الفروتي والشجري والفلوري. يعني انا بميل لاغلب الاذواق تقريبا، والحاجات المنعشه برضو. لكن مش بحب الحاجات الشرقي، بحسها تقيله. الحاجات الورم بحسها تقيله قوي. لو حاجه شرقي وداخل فيها حاجه شجري لا بحبها. رقم 10 معايا هو التيستر ده من جرين. الريحه دي عجبتني قوي. انا مش معايا البرفيوم الاصلي بتاعها، لكن انا معايا برفيوم سبيشال. هي شبهها جدا بس لونها اخضر زي ما باين عندكم في الصوره. انا ما عجبتنيش سبيشال، لكن جرين دي عجبتني جدا. هي ريحه منعشه، تنفع في النهار. كمان الوصف بتاع ماي واي في لينك الموقع بتاعهم اللي بيكتبوه على البرفانات. انا بحس ان هو مش وصف كافي، فانا هتكلم عن البرفانات دي من ناحيه الريحه اللي انا شماها، وهحاول اختصر الوصف في كام كلمه كده بس ومش هرغي كتير. هي جرين منعشه جدا، تنفع في النهار انسب. بس كده. رقم 9 معايا جلو اهي. دي عجبتني قوي قوي. هي ريحه شجري رقيق قوي. تنفع في النهار وتنفع بالليل برضو، بس حسيتها انسب في النهار. رقم 8 واللي مشهورة جدا جدا عندهم تندر الصفرة دي. هي جميلة. ريحتها ريحة ياسمين. انا مخلصاها خالص، ما فاضلش فيها غير حبة قليلين. كنت بستخدمها من زمان قوي قوي. حجمها 55 ملي. هي عبارة عن ياسمين تقيل. انا بحسها تقيلة قوي وثابتة، بتقعد فترة كبيرة ومشهورة جدا، وتقريبا اغلب مش كل الاذواق متفقة عليها. وهي تنفع قوي كهدية لعروسة او لصاحبة او اي حاجة. شكلها جميل وشكل الباكج بتاعها حلو. هي كان فيها فيونكة كده بس ضاعت، انا ضيعتها. رقم 7 الكيوتة دي قوي، ايموشن. دي جميلة قوي وشكلها كيوت جدا. بينفع في السفر. لذيذة خالص، مش بتاخد مكان نهائي. هي رقيقة قوي. ورد. انا بحسها ورد منعش رقيق. بس كده، ده الوصف بتاعها. حجمها 40 ملي. بتشمي منها ريحة الورد. كمان هنتكلم بعد كده عن كذا حاجة فيها ورد. انا بحس برفانات ماي واي في روايح الورد بتاعتهم هم بيحطوا نوتة كده ثابتة لكل روايح البرفانات اللي هي بالورد، وبينوعوا في نوتات تانية بقى. 6 تندر البينك دي جميلة قوي قوي. اسمها تندر بوكيه. رقيقة جدا برضو، خلصانة خالص، ما فضلش فيها غير حبة قليلين. هي دي شبه الفيونكة بتاعتها، شبه تندر الصفرة دي، بس دي الفيونكة بتاعتها لونها اصفر. بس كده، ده الفرق. تندر دي جميلة جدا، رقيقة قوي برضو، ورد. هي ورد منعش. ماشية قوي في النهار برضو. حجمها 55 ملي. انا بحبها جدا جدا في النهار. بتبقى ورد ومنعشة قوي. انصحكم بيها، الناس اللي بتحب الورد لا جربوها، هتعجبكم قوي. رقم 5 لاتيه دي انا لسه جايباها جديد وعجبتني جدا جدا. شكل الباكج بتاعها حلو قوي. انا عموما بحب اللون البينك، واضح كده جدا من كل البرفانات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده.
البرفيوم ده رقيق قوي، هو برضو ورد بس تقيلة، دي ورد بقى تقيلة قوي قوي. بحس برضو ان فيها سنة حمضيات على نظافة كده، بس الغالب عليها الورد. حجمها 40 ملي. كمان ممكن تخنق شوية، يعني هي مناسبة اكتر بحسها بالليل. رقم 4 رومانس دي باين من الحاجات اللي انا مخلصاها انا بحبها قد ايه. جميلة قوي قوي، رقيقة. الباكج بتاعها جميل جدا، بينفع برضو، شكله لذيذ قوي على التسريحة. هي برضو ورد بس ورد رقيق قوي عكس اللاتيه. حجمها 45 ملي. هي رومانس وفعلا رومانسية جدا، مكتوب عليها اهو 45 ملي، جميلة قوي. كمان البرفانات بتاعت ماي واي اسعارها بتتغير من شهر للتاني، فانا مش هقدر اقول لكم على اسعار البرفانات بالظبط. الحاجات اللي انا فاكراها ممكن اكتب لكم على الشاشة يظهر على الفيديو السعر. بس رومانس دي من اجمل البرفانات اللي انا حبيتها قوي في ماي واي، وفعلا رقيقة جدا وثابتة الى حد ما. رقم 3 معايا بقى الشوجري فانتازي، دي جميلة جدا جدا، حجمها كبير 55 ملي، اكبر منهم. بحبها قوي، شجري جدا جدا جدا. شجري على فواكه، يعني مسكرة حلوة قوي. الناس اللي بتحب الشجري هتعجبكم جدا يا جماعة، انصحكم بيها قوي. كمان ثابتة، يعني ممكن تقعد معاكي لتاني يوم. هي برفانات ماي واي عموما مش ثابته قوي، يعني ممكن تستمر معاكي ل3-4 ساعات، لكن فانتازي دي ثابته جدا جدا، يعني بتقعد معايا لتاني يوم، مش بتقعد يوم كامل، لا هي لتاني يوم لطيفه جدا، انا حبيتها قوي. بحس فيها كانها فواكه مسكره كده، حلوه جميله جدا. رقم 2 بقى لافيستا، دي حجمها 110 ملي. في ناس بتقول عليها شرقي، انا ما بحبش الروايح الشرقيه، الحاجات اللي فيها عود وعنبر وكده لا، انا بحب المسك اوكي، لكن الحاجات التانية لا. انا بحس فيها ان هي ميكس شرقي على شجري، يعني هي شجري تنفع بالليل اكتر بكتير. هي ريحه، هي شجري على شرقي، الاتنين كده على بعض، ثابته لحد كبير قوي، برضو ممكن تقعد لتاني يوم. جميلة جدا، سعرها يعني 100 جنيه 100 وحاجة كده لما بتنزل عليها خصومات كبيرة. ريحة شيك جدا جدا. لو انتي ما بتحبيش الروايح الشرقي زيي، لا ممكن تجربيها، وممكن تجربي لو ليها تستر جربيها، ممكن تعجبك قوي، لاني انا عجبتني جدا. لاني انا قبل كده كنت متكلمة على ريحة فيها عود في فيديو اجمل 10 برفانات في اوريفلام، كان عود وشجري بس انا ما حبيتهوش، لكن لافيستا دي حبيتها جدا. رقم 1 معايا، انا مش معايا البرفيوم نفسه، هسيب لكم صورته فوق. دي حبيبة قلبي، دي فعلا رقم 1 بالنسبة لي. انا بحب الحاجات الشجري، لو حد بيحبها مش هيحس انها تقيلة. انا جبت السبراي بتاعها، لا تحفة بجد يا جماعة، تحفة جدا. بينك دي انا بحبها قوي. هي 50 ملي، انا ما حسيتوش تقيل، في ناس بتحسها تقيلة لكن انا لا، ما حسيتش كده خالص، جميلة جدا جدا. برضو فيها شبه من فانتازي دي شوية، يعني في نوتة مشتركة بينهم هما الاتنين، لانهم هما الاتنين شجري. لا حلوين جدا جدا. انا ممكن دلوقتي اجمع لكم الحاجات الشجري بقى بتاعت ماي واي. بينك دي شجري، وفانتازي دي كمان شجري، وجلو دي برضو شجري، دولت التلاتة الشجر. هجمع لكم الحاجات بقى اللي هي على ورد. في رومانس دي ورد، ولاتيه ورد، وتندر دي ورد برضو، وايموشن دي برضو ورد، وتندر كمان ورد، دولت ورد. التاسعة دي جرين،
او رقم 10 معايا جرين، دي منعشة منعشة جدا. لافيستا دي جمع حاجات مع بعض كتيرة، شرقي على شجري. هي جميلة جدا، تنفع بالليل وشيك وثابتة ثابتة قوي. بس كده، هي دي كل البرفانات اللي انا جربتها من ماي واي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو ما كنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصلكم كل جديد. وباي. هما بيبيعوا علبة كده بيبقى فيها 4 تيسترز اهم، بتبقى ب20 جنيه. بيبقى فيها 4 مختلفين. في علبة تانية بيبيعوا فيها 4 بس بيبقى نفس البرفيوم، بتبقى ب10 جنيه. في ناس بتقول انها مش ثابتة، لكن التسترات دي جميلة جدا وثابتة وعجبتني قوي، لان حجمها صغير بيبقى مناسب للسفر لو مسافرة يوم او يومين او كام يوم قليلين جدا، فبيبقوا مناسبين قوي ومش بياخدوا مساحة خالص. وكمان ممكن تحطيها في اماكن مختلفة في البيت، في كل مكان تدخلي فيه يعني يبقى فيه بيرفيوم تستخدميه، عشان كمان لو حبيتي يعني تعطري اي حاجة وانتي في المكان ده، فبيبقى جميل خالص تحطيهم في اي مكان في البيت.